دي كده حتتين ليا. انا بخلي الجزار دايما يقطعها لي مع اللحمه. بحط معاها معلقه سمنه كده، وهنسيبها شويه كده تسيح مع بعضها علشان نحطوا البصلايه المبشوره الحلوه دي. انا ضربها في الكبه كده، ولا هي ناعمه قوي ولا هي كبيره قوي. هنحط بقى البصل على النار، هنشوح بقى البصله. يا ريت بقى كده ما تحرقيش البصله قوي، ما تحرقيهاش ولا تغمقيها قوي، يعني خليها ذهبي كده على خفيف. طبعا الباميه هي انا قمعتها. بصوا، ده القمع بيبقى بتاع الباميه، والحرف الصغنطوط ده احنا بنشيله كده بطرف السكينه عشان يبقى في الاخر شكلها زي كده، ونطبخوها بقى. انا بحب كده اللحمه من عند الضلعه، يعني مش اي حته باكلها بصراحه. انا بحب اللحمه كده دي اللي هي من عند الضلعه، بتبقى حته طريه جدا وجميله اهي. وبجيب، ما بخليش الجزار يقطعها لي، انا بخليه يقطعها لي حته واحده، وانا بقطعها بايدي علشان ما تبقى كلها قد بعضها، ما تبقاش صغيره وكبيره. دي كده هو بيجيب لي عرق كده، عصب كده، وبيقطعه لي، احنا بنحبوه كده، بيقطعه لي كده وبتبقى حلوه. هنحطها بقى كده مع البصله. ده كده توم مفروم، وانا حاطه له قرن فلفل احمر وضرباه كده في الكبه، عشان هناخده منه نصهم كده هنحطهم على الباميه، بتخلي ريحتها تحفه جدا. ونصهم هنحط عليه ملح وليمون، وهنملح بيه بتنجان كده. خلاص البصله كده لونت. هنبتدي بقى نحط اللحمه كده، بسم الله. هنشوحها طبعا بالبصله الاول، وادي العصب اللي هو قطعهولنا مع اللحمه. هنديها بقى كده تشويحه، وهنزود لها بقى كوبايه ميه. لازم اي حاجه حتى لو عامله فتة لحمه لازم تشوحي اللحمه الاول، تديها كده صدمه مع المستكه والحبهان. بتبقى احلى حاجه، بدل ما تغلي ميه وتحطيها على طول، لا مش بتبقى لطيفه بصراحه. هنحط بقى كده كوبايه ميه. هنغطي بقى كده عليها ونسيبوها شويه لما اللحمه بتاعتنا تشرب الميه بتاعتها كده، ونشوف هنعمل ايه في الاخر. ده بتنجان كده انا جبته عشان نعمله مخلل. سلقته كده نص سلقه، يعني مش كتير. اهم حاجه ما تسلقوهوش قوي يعني وتعمليه شوربه، لا، يبقى كده متماسك كده وماسك نفسه كده. هنفتحوه بقى ونملحوه عشان يبقى بتنجان مخلل، ناكله كده مع الباميه، بيبقى حلو قوي. ملحت البتنجان اهو، وهناخد بقى شويه الصوص اللي فضلوا، خل وليمون اهو. دي مش ميه، ده خل وليمون. هنسيبهم بقى كده. بصي تلاقيه بقى ايه، لونه بقى عاطي كده على لون بتنجاني كده، وشكله حلو. خلاص شربت الميه بتاعتها واتشوحت كويس. هننزل بقى عليها كده بعصير الطماطم. الطماطم دي انا ضربها كده في الخلاط ومصفياها تاني بمصفى عشان تطلع القشر بتاعها. هنديها بقى كده غلوتين، واول كده ما تغلي كده غلوتين هنسقط الباميه. ادي الطماطم غليت شويه اهي، هنسقط بقى كده الباميه. بسم الله. ونسيبوها بقى تستوي كده ايه مع بعض.
طبعا انتوا عارفين اي خضار فيه طماطم وصلصة لازم تحطوا ايه؟ رشة السكر الجميلة دي علشان الحموضة، تعملكوش حموضة في معدتكم يعني لا سمح الله. دي معلقة توم مفروم وفلفل احمر. طبعا هو حرق شوية بس بتبقى جميلة جدا. احلى حاجة طبعا دي في البامية، بتخليها راحت بقى كده لطعم تاني خالص. وادي كده دي معلقة فلفل اسود اهي. طبعا خلاص هي دخلت في السوا اهي. خلاص كده بقى هنطفي عليها وهنغرفوها بقى، وبقت جميله ازاي. طبعا انتوا عارفين ان الباميه بتاخد طماطم كتير اكتر من اي خضار تاني، فانا بحب يعني احنا بنحبوا نزودوا فيها الطماطم، بنحبوا الطماطم بتاعتها كتيره. ادي الباميه بتاعتنا خلصت اهو، شايفين شكلها جميل ازاي ومستويه وحلوه. طبعا احنا هنحط عليها بقى ليمون، وادي المخلل اللي احنا عملناه اهو، وعملنا كمان عصير ليمون باللبن. اوبا، يلا ما علينا مش مهم. ايه رايكم بقى في الطبق ده؟ يلا اللي ما شافش بقى قناتي قبل كده، دي قناتي وده مطبخي انا سومة. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.